فؤاد مسرة، أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس، رئيس مركز التناظر. يأتي هذا النشاط العلمي وهذه الحلقة النقاشية في إطار سلسلة من اللقاءات التي يعقدها مركز التناظر للدراسات والأبحاث في سياق مواكبته للنقاش المجتمعي العمومي الدائر اليوم حول مدونة الأسرة، وأيضا في سياق اهتمامه وترافعه حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقانوني والمؤسسات للنساء، وفي إطار ترافعه عن حقوق الأطفال وعن حقوق الأسرة بصفة عامة. ولذلك مركز التناظر وضع رؤية تقوم على قاعدة التقاء الأكاديميين والخبراء والمختصين في هذه القضايا، في قضايا الأسرة ومعالجة هذه القضايا. ولذلك قمنا سواء في لقاءات تحضيرية أو في لقاءات سابقة بمناقشة مدونة الأسرة بنظرة عرضانية ونظرة شاملة، وخلصنا إلى أنه ربما حان الوقت لكي نقوم بلقاءات علمية متخصصة تسلط الضوء على كل مفاصل مدونة الأسرة وكل القضايا الخلافية في جو هادئ وجو أكاديمي مشفوع بتبادل الآراء والحجج وإعطاء كل التجارب سواء القضاء. ذلك نحرص على أن يكون من بين المتدخلين المنتمين إلى الجسم القضائي أو منظومة العدالة بصفة عامة، فمثلا معنا قطاع المحاماة والعدول والقضاء بطبيعة الحال، بالإضافة إلى الأساتذة الجامعيين والفقهاء من دار الحديث الحسنية، وأيضا حتى معنا في هذا اللقاء حتى المختصين في قضايا الحالة المدنية، لأن قضايا النسب لها اتصال بقضايا الحالة المدنية. نعم، كما قلت لك أننا بصدد لقاءات علمية، بمعنى أن هذا مشروع كبير، وهذا المشروع هذه الحلقة ما هي إلا نقطة وحلقة كما قلت في سلسلة لقاءات علمية. ولذلك اليوم نحن مع حلقة نقاشية حول قواعد النسب بين التطورات العلمية والاجتهاد الفقهي والقضائي، ولكن كنا مثلا في دائرة مستديرة مع 19 سنة على مدونة الأسرة، التقييم والاستشراف، وأكيد أننا سنكون أمام قضايا وحلقات نقاش ولقاءات علمية أخرى تسلط الضوء على جزئيات ومفاصل أخرى من مدونة الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العليم الصباحي، محامي عام بمحكمة النقد ورئيس رابطة قضاة المغرب. نحضر اليوم مع أعضاء الرابطة لنشارك في الندوة التي تدار أشواطها الآن في كلية الحقوق أكدال، وذلك بشراكة مع مركز الأبحاث وتناظر الأبحاث والدراسات حول النسب. وأنتم تعلمون أن هناك حراك قوي لدى كل المؤسسات والجمعيات المهنية سواء القانونية أو الجمعيات المدنية حول السعي إلى محاولة تعديل مدونة الأسرة، وذلك بعد الخطاب الملكي السامي حول هذا الأمر. فعلا كباحث في الشأن القانوني ومتخصص في مجال القضاء، أنا مع تعديل جزئي للمدونة لبعض فصولها الذي ثبت من خلال 20 سنة من العمل القضائي أنه أصبح متجاوز بعض المواد بهذه المدونة، وأضحى من اللازم القيام بتعديلها، وذلك خدمة للأسرة التي تعتبر هي نواة المجتمع، وخدمة لكل أطراف العلاقة الزوجية من رجل وزوجة، من زوج وزوجة وأبناء إلى غير ذلك. لهذا نشارك بكل
كلما أتيحت لنا فرصة مع هذه المؤسسات ومع هذه المراكز لنحاول أن نعطي وجهة نظرنا في هذا الباب، لنحاول أن نوضح أو نبين آخر الاجتهادات القضائية الصادرة على محكمة النقد، والتي بطبيعة الحال هي تعتبر بمثابة تكميل للقانون الوضعي. فكل المداخلات تنصب حول هذا الباب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرضي فاطمة، محامية بهيئة الرباط. استدعيت اليوم لهذه الندوة المتعلقة بقواعد النسب في العمل والعمل القضائي والفقهي. كنشارك أنايا بمحور يتعلق بقواعد النسب في العمل القضائي. هذه المناسبة هي للنقاش حول قواعد النسب، لأن كنا اعتبرنا بأن مدونة الأسرة جاءت بمستجد بخصوص النسب يتعلق باعتماد الخبرة، إلا أن الأحكام المحاكم والاجتهادات القضائية إلى يومنا هذا هي رهينة بالفصول المدونة اللي كتقيدها، اللي ما كتخليهاش أنها تحكم مثلا بالخبرة الجينية. تعتمد الخبرة الجينية كتبقى في إطار السلطة التقديرية للقضاء، لأنها محكومة بالقاعدة ديال الولد للفراش. فحتى ثبوت نسب ديال الخاطب ديال الابن المولود في فترة الخطبة أحاطها المشرع بمجموعة من الشروط اللي هي في الغالب كتكون إذا أنكر الخاطب كيولي صعيبة للإثبات، لأنها كتشترط واحد مجموعة الشروط، منها اشتهار الخطبة، منها اشتهار الخطبة بين الأسرتين، ومنها أن يكون الحمل أثناء الخطبة، ومنها أن اعتراف الاثنين بالحمل. ولكن الإشكال يطرح، في هذه الحالة لا يطرح أي إشكال، لأن الإقرار يكفي، ولكن الإشكال يطرح لما كيكون الإنكار ديال الخاطب. في هذه الحالة إذا توفرت شروط ديال المادة 156 حينها القضاء يلجأ إلى الأمر بخبرة جينية، وهي اللي كتحدد النسب، العلاقة البيولوجية بين الابن والأب. وكان كما كتعرفوا كان الحكم الوحيد اللي كان ثار ضجة في المغرب هو الحكم ديال المحكمة الابتدائية بطنجة، اللي قضى بوجود علاقة بيولوجية بين الأب والابن، وقضى بثبوت النسب، وهذيك العلاقة كانت ناتجة عن اغتصاب. ولكن محكمة النقد محكمة الاستئناف ألغت الحكم المذكور، ومحكمة النقد أيدت توجه محكمة الاستئناف، وبالتالي يعني بقينا في نفس التوجه ديال أنه يجب توفر على الأقل أن تكون علاقة شرعية، بخلاف الإقرار. لما كيكون الإقرار هنا تناقض، لأن كاين الإقرار ممكن الأب أن يحرر إقرارا ودون أن يذكر بأنها علاقة غير شرعية ويثبت بها النسب، في حين أن في الخطبة إذا أنكر الخاطب ولو بوجود الخبرة الجينية نادرا كاين تضارب ديال أحكام القضاء. هذا كاين اللي كيمشي في التوجه ديال إثبات النسب إذا توفرت بعضا من شروط المادة 156، ولكن هناك أحكام اللي هي صارمة اللي كتطلب شروط، توفر الشروط وتضمينها في الحكم، ماشي غير توفرها ولكن الإشارة إليها في مضمون الحكم. مجرد عدم الإشارة إلى مضمون المادة 156 يمكنه أن يفضي إلى رفض الطلب. ما تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.